المشكله ممكن تبقى عندك انت مش فريق التسويق على فكره، ودي حاجه ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. قبل ما تقول انا البرودكت بتاعي جامد، بص هو الجمهور بتاعك بيهتم بالمنتج ولا لا؟ شوف هو شايف القيمه ورا المنتج ولا لا. الناس مش بتشتري علشان انت شايف المنتج حلو، الناس بتشتري عشان هم شايفين الحل معمول بشكل صح. انت عمال تتكلم على مميزات، عن خواص، عن ارقام، لكن الاودينس بتاعك بيسال اسئله تانية خالص. هو ايه الوجع اللي المنتج ده هيحله؟ ده هيعمل لي ايه زياده في حياتي؟ الجمهور مش عايز يشوف محتوى كتير، عايزين يشوف ناس بتحل المشكله. انا مش عايز اشوف تعب ولا اشوف تصوير ولا اشوف مونتاج ولا اشوف كل ده. الناس مش بتركز على التسويق، الناس بتركز على الرساله. التسويق هو جزء من الرساله. عشان كده اكتر من 75% من المشاريع الصغيره بتفشل في التسويق، مش عشان المنتج وحش، لكن عشان المسج او الرساله تايهه. الرساله انانيه، هي حوالين البراند مش حوالين الشخص. علشان كده عايز اقول لك الناس مش بتهتم بالمنتج، الناس بتهتم بالالم اللي هيتحل من ورا المنتج. المنتج هو بطل القصه بس في دماغك انت مش في دماغ العميل. في نظام اسمه بين سيستم. البين هو بي بروبلم، ايه المشكله اللي بتوجع العميل؟ ايه هو الاجيتيت، هي بتوجعه بشكل عامل ازاي وبتفرق معاه بشكل عامل ازاي في يومه. الاي هي الامباكت، هو هيخسر ايه وهيفرق معاه ايه لو جرب او ما جربش المنتج ده. والان هي الناو، ليه مهم يجربه دلوقتي. عشان كده مهم جدا تبقى بتفولو السيستم ده وتسال نفسك سؤال: هل انا بسوق لمنتج ولا انا بسوق لحل؟ سوق دايما للحل اللي هيخليك ما تقعش في حب المنتج بتاعك. انت مش صاحب مشروع، انت صاحب حل. عشان كده بص على المنتج بتاعك، هو بيحل ولا لا؟